صينية السعادة. يا سلام بقى على صواني العيد وجمالها وحلاوتها وطعمتها. كان ناقصها بس 70 كفتة كده و70 ممبار ويبقى كده تمام التمام. ويا سلام بقى لو في جوز حمام محشي كده يبقى احنا كده عدينا. يلا بقى تعالوا كده ورايا بسرعة اقولكوا ازاي تساعدوا نفسكم بحاجة بسيطة جدا جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، اقتصادية مش مكلفة ابدا، بأقل الامكانيات هنسعد نفسنا ان شاء الله. شايفين الصينية دي بقى؟ الجمال يتحدث عن نفسه، انا مش هتكلم كتير، بجد حاجة كده تحفة. يلا بينا بقى نروح نشوف الفيديو، لايك وشير لو اول مرة تشوفوا قناتي، يا تشتركوا في القناة. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنا عندي الفرخة بتاعتي، طبعا غسلتها كويس جدا بالليمون وملح ودقيق وفركتهم كويس جدا ورشة جنزبيل بودر كده بيقضي تماما على الزفارة. وبعد كده جبت الفرخة فتحتها من الصدر، فتحتها بالطول كده بالصدر، من الصدر زي ما انتوا شايفين. هعمل لها عملية تشريحية بقى كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. لازم نشرحها في كل حتة كده في اللحمة عشان اولا تتشبع كويس جدا بالتتبيلة الحلوة اللي احنا هنعملها لها. ثانيا عشان ما تاخدش معانا وقت في التسوية، يعني بدل ما تسويها في ساعة ولا في ساعة ونص انت حرفيا هتسويها في 35 دقيقة. تمام كده. اول حاجة عندي الفرخة بتاعتي، اللون يفضل ان هي تكون من الفريزر، طلعها من الفريزر بتسهل عليكي كتير جدا، وبتاخد نص الوقت حرفيا. لا، في الفريزر مغسولة ومتنضفة مفتوحة بالمنظر ده كده، يا دوبك هتطلعيها تشرحيها ونعملها لها بقى التتبيلة القمر قمر قمر قوي دي، اللي هي عبارة عن بصلاية هنمسكها كده نفرمها ناعم جدا او نبشرها، ناخد المية بتاعتها. تمام، رشة ملح ورشة فلفل اسود ونص كوباية من المية، ونعصرها جامد جدا كده زي ما انتوا شايفين. عايزين المية الحلوة بتاعة البصل دي. تمام، يبقى احنا كده عندنا حوالي نص كوباية من عصير البصل. والطفل ده احنا مش عايزينه، ممكن لو هتعملي رز تستخدميه في الرز الاصفر، يعني ما ترموهوش خسارة، يعني كل حاجة دلوقتي بقت غالية نار. فاحنا عندنا دلوقتي عصير البصل حوالي نص كوباية. بعد كده هناخد عليه معلقة صغيرة من الملح. تمام، رشة ملح ورشة فلفل اسود، او بالظبط مع نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. بعد كده عندي معلقة من التوم المهروس، معلقة صغيرة مليانة كده من التوم المهروس. تمام، بعد كده عندي الملح زي ما قلتلكوا الكمية دي، او الفرخة هتاخد معلقة صغيرة مليانة من الملح اللي تبقى الملح بتاعها مظبوط جدا. بعد كده عندي معلقة كبيرة مليانة من مرقة الفراخ الفورية، وده السر بقى بتاع المطاعم الكبيرة اللي بتاكل الفراخ المشوية بره، بتبقوا عايزين تعرفوا السر بتاع التتبيلة الحلوة. زي ما انا بقول لكم كده، ما بيستخدموش حاجة تانية، يعني بيستخدموا تتبيلتهم بتبقى بسيطة جدا ومش مش معقدة خالص. معلقة كده صغيرة مليانة من البابريكا المدخنة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. تمام، ولو عندك بهارات كفتة مشوية اللي هي كفتة الحاتي حط معلقة صغيرة. تمام، او معلقة من الخل. ناخد الكلام ده كله بقى نمكسه مع بعضه وبس كده، مش هضيف اي حاجة تاني. يعني هي التتبيلة دي كده رهيبة رهيبة، مش محتاجة اي كلام تاني. لو بتحبي الفراخ تكون سبايسي شوية ممكن تضيفي هريسة شطة معلقة حلوة كده، او اللي هو الصوص الحار، او حتى معلقة شطة باودر. تمام، هنمكس كله مع بعضه كويس جدا. مش عارفة البتاع المضرب ده كان معاكسني ليه، بس يعني اشتغل في الاخر يعني وعملناهم، يعني مفيش اي مشكلة. حس انه المضرب ده بجد والله عقيم، يعني مش عارفة في ايه، وعايز حد عايز قوة جبار عشان تضغط عليه كده، فاهمين؟ ففي الاخر شغلته عادي كده يعني. المهم كده التتبيلة بتاعتنا بقت جاهزة معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ندوبهم مع بعض كويس جدا بحيث ان التوابل كلها تدوب مع بعضها وتدي لنا الطعم الحلو بتاعنا. هناخد بقى الفرخة الحلوة بتاعتنا دي بعد ما شرحناها من كل جنب. ما تسيبيش حتة في الفرخة حرفيا غير لما تشرحيها، وتيجي كده من عند الورك العظمية اللي بيبقى فيها تجمع دموي دي، لازم تفتحها بالطول كده عشان ما يبقاش فيها اي دم خالص. تمام، الصدر بقى توصي
بالتشريح فيه، لان الصدر بيبقى لحمه بيبقى ناشف شويه، فاحنا عايزين نشرحه كويس جدا بحيث ان هو ما ياخدش وقت في التسويه، وكمان اللحم بتاعه يتشبع بالتتبيله الحلوه دي. حطيت التتبيله في طبق كده عشان احط الفرخه بتاعتي في قلب الطبق الكبير، ورشيت عليها التتبيله كده. همسك بقى الفرخه بتاعتي اعمل لها زي مساج كده بالتتبيله الحلوه دي، حتى تحت الجلد، في اللحم، في الفتحات، في كل مكان في الفرخه، ما تسيبيش حته حرفيا غير لما تشبعيها بالتتبيله الحلوه دي، حتى كمان الاجنحه. خلاص هتبلها كويس جدا، وبعد كده هشد عليها استرتش واسيبها ليلة كاملة بايتة في التلاجة. ممكن تعمليها لو انت بتعملي تجهزي الغدا بتاعك متأخر، ممكن تعمليها من الصبح بدري لحد وقت الغدا. انا عامة بحب اتبلها على بيات، يعني من بالليل بحب اتبلها. ليه بقى؟ ما بتاخدش وقت معاكي في التسوية، اللحمة بيكون اتشبع واتبل كويس جدا بالتتبيلة الحلوة دي. بسيبها على الجنب ده شوية كام ساعة كده، وعلى الجنب وبقلبها على الجنب التاني الباقي الوقت. تمام. المهم تتبليها كويس جدا، متاخدش معاكي وقت في التسوية، وكمان بتتشبع كويس جدا بالتتبيلة الحلوة. بتاكلي اطعم والذ فراخ مشوية ممكن تكوني كلتيها في حياتك حرفيا. اللحم بتاعها دايب دوب، مش محتاج، يعني هو بيتاكل لوحده كده. خلاص تبلنا الفرخة بتاعتنا، هنروح نجهز الرز الاصفر بتاعنا. شوية زيت كده حلوين، الرز الاصفر بيحب الزيت يكون كتير شوية عن العادي. بعد كده بصلاية كبيرة كده فرمتها خشن مش ناعم. تمام. هنزل بيه البصلاية بتاعتي، رشة ملح ورشة فلفل اسود. عايزة ادبل البصل بتاعي ياخد لون اصفر ذهبي كده. بعد كده هنزل بيه شوية من الكركم والكاري، رشة فلفل اسود، وكمان معلقة من مرقة الفراخ الفورية على نار هادية بقى عشان التوابل ما تتحرقش، ومعلقة من الشطة، معلقة من البابريكا، وعندي هنا معلقة صغيرة كده من التوم المهروس هديهم تشويحة سريعة عشان التوابل ما تتحرقش. وكمان عندي هنا بودرة الزعفران تدي لون حلو جدا للرز بتاعنا. تمام. بعد كده هنزل بيه حوالي 3 كوبايات من المية. لو انت عاملة كوبايتين من الرز اعملي 4 كوبايات مية، اعملي حسابك ان المية لسه هتغلي وهتتبخر معاكي شوية. هنسيبها تغلي غلوتين 3 كده لحد ما الطعم يأثر معانا. عندي بقى الرز بتاعي اللي هو الرز البسمتي، كنت نقعاه لمدة ساعة. تمام. في مية عادية ومعلقة ملح ومعلقة خل. تمام. الرز بيفشر معاكي كده وبحجمه بيزيد، وكمان لونه بيبقى حلو، يعني لونه بيبقى فاتح كده. هنزل بيه الرز بعد ما غسلته ونقعته، صفيته كويس جدا. هنزل بيه كده بقى في المرقة الحلوة بتاعتنا القمر دي، ريحتها بجد تجنن. هظبط العقد بتاعها زي ما انتوا شايفين، يكون العقد مغطي الرز. تمام. هديله تقليبة حلوة كده. هظبط الملح بتاعي طبعا. بعد كده اول لما يغلي هدي النار على الوسط، واول لما يتشرب هديله تقليبه، يعني ما اقعدش اقلب فيه لحد، يعني انا هسيبه على نار متوسطه لحد ما الميه تتشرب تماما. بعد كده هفتح عليه هديله تقليبه لما الميه تتشرب، واسيبه على نار هاديه جدا يتردد معايا. كنت جهزت معايا الصوصات القمر اللي انتوا شايفينها دي. عندي هنا الكاتشب وكاتشب حار وتوميه عاديه وتوميه حاره، وكمان سلطه طحينه. احلى شويه صوصات تاكليهم مع المشاوي عامة يعني. كمان شوية سلطة خضراء وحلوة قوي كده. تمام. شايفين الصوصات شكلها يفتح النفس بجد، حاجة كده عظمة. لا تقوليلي بقى مطاعم ولا خروجات بره ولا الكلام ده، انت سعيدي نفسك بنفسك بأقل التكاليف في بيتك. هنجيب بقى الصينية الحلوة بتاعتنا دي، انا بحب اقدم عليها المشاوي قوي، فاهمين؟ هنرش بقى شوية كزبرة كده او شوية بقدونس كده في ارضية الصينية. نحط بقى الفرخة بتاعتنا بقى بعد ما تبلتها، اخدها في الشبكة بتاعتي تحت على الشبكة كده، او في الشواية لو عندك الشواية اللي بتتقفل دي اللي هي السلك، اخدها تحت الشواية. هشغل الفرن بتاعي لمدة 5 دقايق على نار عالية جدا من فوق ومن تحت.
تمام. وفي الارضيه بحط صينيه فيها 3-4 كوبايات من الميه كده عشان الميه تتبخر وتطلع بخار على الفرخه فتبقى جوسي وطريه معاكي. وبحط الفرخه تحت الشوايه على طول، حرفيا بتاخد معاكي نص ساعه 35 دقيقه وتستوي معاكي بمنتهى السهوله والسرعه اللي في الدنيا. اللحمه بتاعت الفراخ بتطلع دايبه ومستويه، بحمر يعني بسويها على الجنبين لحد ما تاخد اللون الحلو بتاع اللي انتوا شايفينه ده، بتاخد لون حلو من غير ما تتحرق. حاجة بجد كده عظمة. لو حابين بقى تدولها طعم الفحم، هتجيبي فحمية تولعيها وتحطيها في طبق كده او في قطعة فويل وتنزلي عليها بمعلقة زيت وتسيبيها تدخن كده، تغطي الفرخة بتاعتك دقيقة كده اللي تتشبع بطعم الدخان او طعم الفحم الحلو. وبقى كده معاكي احلى فراخ مشوية على الفحم بدون اي تكاليف. الرز بتاعنا استوى بقى جاهز كده زي ما انتوا شايفين، مفلفل ولونه تحفة تحفة تحفة. الكاميرا بجد بتظلم التصوير بيظلم الحاجة على الحقيقة. بجد قدمتها زي ما انتوا شايفين مع الصوصات الجامدة دي وشوية جرجير كده وشوية خضرة، شوية بقى سلطة بلدي وشوية مخللات. ويعني بقى كده عينكم هتشوف الا النور كده، هتلاقي عينكم بتنور لوحدها من جمال وحلاوة الأكل بجد. لو في مقدرة بقى ان انتوا تعملوا شوية كفتة 70 كفتة كده زي ما قلتلكوا يبقى حلو قوي قوي. هنقدم الاكل بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب عندكم بقى ذوق تاني في التقديم براحتكم جدا. كنت عاملة شوية كده من الشيبسي البيتي برضو، جبت بطاطستين وقطعتهم كده بمكنة الشيبسي ونقعتها في مية ولون زعفران وبس، تمام كده. وبعد كده حمرتها في زيت غزير وبالهنا والشفا. معايا احلى شيبسي، احلى من الجاهز مليون مرة، بالهنا والشفا. ايه رأيكم بقى في العظمة بتاعتنا النهاردة دي؟ لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم على خير. وما تنسوش تشتركوا في القناة واكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم حاجة تشيروه ولايكات كتير. واشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.